السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي نهار جديد عند اختكم امل مراكشيه. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم ان شاء الله اول روتين اليوم بعد السفر. صراحه دوزت ايام واوقات زوينه في صغيره، الحمد لله والشكر لله. وجينا للروتين، عرفتو جمعت هاد البيت وسستو من الغبره وشففتو وشطبتو صافي، وفرشت فوق هاد المنطاد اصلا اللي كانوا غير ستهم وقلبتهم وفرشتهم صافي. هادشي اللي كان. عرفتو الا كان الصهد حنا في مراكش ضروري نهزو هكايا الفرش وكاع داكشي اللي تبردات اختكم يا اختي في صوره. جيت هنا لقيت الحراره الموت ديال الصهد، الحمد لله والشكر لله. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الروتين، غنشارك معكم الغدا ديالي والكوتشي. اي حاجه درتها اليوم غادي نشاركها معكم. والماكينه راه خدامه كتصبن، تسمعوا صوت الماكينه. رميت الصابون لانه جبت الحوايج حيت كدار الكرينه ما فيهاش ماكينه الصابون، وعروقت الحوايج تما ونشرطهم وصافي. وكان نهار الاخر صراحه ما جيت عيانه وكنت مرضت كنت قلت عليكم في هذاك الفيديو الاخر. كليت هذاك الكخيب وسخون ومرضني. عرفتي جيت بالثمان نعست ما شفتو ديك الليله وما وصلت لمراكش في الكار. تغفر لي الله الذنوب، الحمد لله وشكر لله. وصافي هنا جمعت البيت، غادي ندير شويه المعطر نعطرو كما تنقول لكم. ضروري مروحه زوينه من بعد الجميع. هذا راه ديال نسيم البحر، تخيلوا راسنا باقيين في البحر والله الا كيتلقى ديك الريحه زوينه ديال البحر. وصافي غادي نمشي نوجد الغدا. غادي ندير الدجاج في اللاطه في الفران، وغادي نشارك معكم الكوتشي حتى هو ان شاء الله الا يسر سد ربي. هادشي اللي كاين. بقاو معايا، ما تنساونيش من لايك وتعليق زوين للفيديو. الله يحفظكم. الا جات على خاطركم شوفوا الفرفاره راه ما كطفاش، هادي بلاصتها. دابا هاد الصباح يلاه فقنا ما شعليناش، ولكن في وسط النهار ملي كنجلسو نتكاو ضروري من الفرفاره ما تشعل. ايوا هادشي اللي كاين. كما قلت لكم لايك تعليق يكون زوين بحالكم، وبارطاجي الا جات على خاطركم، وكملوا الفيديو حتى الاخر. وصافي البنات كما كتشوفوا الماكينه هي خدامه. الصابون راه حاولت، انا درت اللون بقاو ليا غير الكحلين ان شاء الله. وغادي نكمل وندوزو دروكا باش ان شاء الله نحضروا الغديوه ديالنا الجد متواضعه. كما تنقول لكم انا قناتي كنشارك معكم غير اليوميات ديالي، داكشي اللي كندير في النهار ماشي كنعلمكم الطياب والطياب تبارك الله راه عندهم ماليه، الحمد لله والشكر لله. حتى حنا كنعرفوا شحال من حاجه الحمد لله. كيقول لي البنات راه استفدنا منك، راه درت هاد الحاجه طلعت زوينه، هاد الحاجه درتها طلعت زوينه. ولكن تبارك الله كاينين قنوات اللي زعما خاصين غير بالطبخ، اما انا كنشارك غير اليوميات ديالي، داكشي اللي تندير في نهاري وصافي. وروتيني اليومي تما شفتو جبت نص تر ديال الدجاج غسلته مزيان مع الصباح ودرت ليه سكينجبير والملحه ورقدته في الحامض والخل صافي، وشللته وخليته هكا تقطر ودرتو في داك البانيو. درت هنايا باش نقطع واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس باش نشرمل هاد الدجاج هذا، ونديرو غير هو والبطاطا. غادي ندير واحد التشرميله اللي زوينه بزاف بزاف. انا راه قزبر ومعدنوس عندي طريط قاده ليا هذاك ديال الفريكو، وصراحه من الافضل. بعض المرات كنبغي هكا ما كنديرو كاع في الفريكو، كنبغي هكا نخدم به طري. صافي جبت غير القياس وصافي ودرتو في هاد لاله فيتو ولا شي يقولوا ليها انا كنقول لها لاله فيتو. قلت الاشاره تاع نزار كراكي فاش كنا صغيورين. كتشل الاشاره ديال هادي هي وهاديك تاع بطاطا وكتقول لها لاله فيتو. صافي ودزت هكايا نقطع الربيع في هاد لاله فيتو. هادي راه ساهله، هي ماشي بحال الاشوار حسن منها. الله يجيب الرزق ونشريها ان شاء الله يا ربي. وصافي هنايا بعد ما قطعت هذاك الربيع زدت كنجي ليه التشرميله. غادي ندير واحد شويه ديال المطار وشويه ديال صوص الصوجا مع المعدنوس. القزبر كيعطي واحد المذاق غزاف هاد التشرميله هادي. وبالنسبه للقوام درت تما البزار، هي شويه ديال البزار وشويه ديال سكينجبير وشويه ديال الخرقوم. صافي هادشي اللي كندير في القوام، البزار سكينجبير والخرقوم. وهنايا درت القياس الكافي ديال الملحه عينكم ميزانكم. وصافي هادشي اللي كاين. غندير واحد الكويس ديال الماء، وغادي ندير الثومه. غادي نشد الثومه، غادي نقشر واحد 3 ديال الضروسه ديال الثومه صغار، وغادي نقطعهم في هاد القطاعه ديال الثومه.
صافي هادشي هي التشرميله بالنسبه للزيت. ما كنديروش دابا حتى الاخر، عاد تنخويه فوق هذيك اللاطه ملي كنبغي ندخلها للفران. وهنايا درت شويه ديال ورقه سيدنا موسى، كتعطي واحد المذاق زوين للدجاج ورقه سيدنا موسى. وصافي غنجي نخلط هاد التشرميله هادي وندوز باش نشرمل هذاك نص. بالنسبه لهاد نص ما حيدتليش الجلده وما قطعتوش، خليتوها هكا صين، بغيت نشرملوها هكا صين. صافي شديتو هكا وفلحت هذاك الصدر مزيان، فلحتو تقريبا كامل الفخذ، المهم كامل فلحتو. وغادي ندير نص ديال التشرميله الكثيره فهاد نص دجاجه والنص الاخر غادي نخليه حتى نديرو في بطاطا. ولا بغيتو ديرو تار ديال الدجاج كامل ديروه بهاد الطريقه هادي، ولا بغيتو ديروا غير شويه على حسب عدد افراد الاسره وعلى حسب اللي متوفر عندكم. يعني ماشي بالضروره تقيدوا هكا بهاد نص هذا، ديروا اللي متوفر عندكم. وصافي غادي نجيب هنايا هذا، غادي نجيب بطاطا غادي نقشرها هو الاول، وغادي نقطعها على شكل فريت وتكون غليظه، تكون غليظه شويه. ولا كنتو هكا بغيتو ديروا الدجاج بهذيك الطريقه وتقليو بطاطا وديروا شليضات اخرين ديروهم. المهم كما تنقول لكم دائما عودوا قتيو بداكشي اللي عندكم وداكشي اللي كيعجبكم. انا كنعطيكم غير اقتراح وانتم تقدروا تبدلوا اي حاجه. المهم هي الدجاج بديك الترميله هذيك راه كيجي غزال، ما تقنعوش منه، تيجي رائع رائع، تيجي بنين بزاف مع المذاق ديال داك الربيع مع المطارد وصوص الصوجه، كيعطي واحد المذاق خيالي والله العظيم. كيجي بحال الدجاج المشوي، كيجي فن بزاف. وهادشي مع تيطيب في الفران وكيتجمر، تنخليه انا يتحمر مزيان حتى يتجمر، كيجي رائع. شفتوا بطاطا كيفاش كنقطعها هي بحال الفريت ولكن كنخليها غليظه شويه. هادشي اللي كاين. هادي بطاطا غسلتها وسقطرتها من الماء وصافي درت لها هذيك التشرميله حتى هي. بالنسبه للدجاج الا لقيتو هكا تشرملوه بكري وتخليوه، دائما تنقولها لكم الدجاج الا تشرملوه بقى كيجي فتي وكيجي زوين وبنين. صافي هنايا حطيت هذاك نص التر، صافي غادي نزيد عليه هذاك سميتو من الفوق داك التشرميله من الفوق. وهنايا غادي ندير بطاطا في الجناب وغادي ندير شويه الماء نديرو في هذاك البانيو باش نشلل هذيك التشرميله ما تطيش. وفي نفس الوقت هكايا ضروري لاطه الدجاج خصنا نديرو فيها شويه ديال الماء باش هكايا فين تصب لينا هكا بطاطا وفين يصب لنا الدجاج ما يتحرق وما حتى شي حاجه. صافي غادي ندخل اللاطه ديالي لهذا الفران. هنا فكرتوني راه درت زيت العود من الفوق حيتاش ما درتهاش في التشرميله، وتا الاخر عاد درتها هكايا من الفوق. وغادي ندخل اللاطه ديالي الفران طيب مزيان على خاطرها، من بعد ما طيب غادي تنزل تحمر. وهنايا راه الدجاج طاب وشوفوا بطاطا كي جات فتيه، وخليت واحد شويه المريقه فاش نغمسو والدجاج كما شفتوه تحمر وتجمر وجا رائع. انا درت هاد السلطه ديال الرز والفلفله وخيزو شاركتها معكم شحال من خطره، وهكا لزق الوقت عرفتو مع الصابون والخدا وداكشي. داكشي علاش ما شاركتهاش معكم. كندير الرز، كندير فلفله حلوه، وكندير خيزو، وكندير شويه البزار والخرقوم، وكندير كنور وزيت العود وقزبر ومعدن. صافي كنسد عليهم كنخليهم يطيبوا حتى ينشفوا من الماء وكنقدمهم. صافي البنات بعد ما تغديت وغسلت ميناتي الغدا اختي عرفتوا هاد الصيد تجري القيلوله حتى ديك 4 هكايا. وقالت شي واحد الكيكه بنتها معايا للدار عندنا، وبغيت نشاركها معكم. واحد الكيكه اللي غزاله، كيكه بخيزو وبالزبيب، كتجي واعره هكا بالنسبه للعيالات اللي ما كيبغيوش لهم وليداتهم هكا يا خيزو ياكلوه، عودوا دخلوا عليهم هكا في هاد المأكولات هادو يستافدوا منه. تما راه حكيت واحد 3 ديال الخيزويات هكا في الطول خليتهم عن جنب. وهنايا درت واحد بنت تقريبا 4 ديال البيضات، 4 بيضات بنطحناهم في مولينكس باش يتطحن ليا هذاك خيزو. داكشي علاش ما درتش هذاك، ما درتش سميتو طراب الكهربائي ما درتوش، وبغيت نطحنيه في مولينكس باش هكا يتطحن ليا هذاك خيزو. وصافي هنايا ضفت واحد السكر بنكهه الفانيلا، وغادي ندير سنيده. غادي ندير كلشي دقه واحده، ماشي بحال زعما الكيكه العاديه تنبقى نطحن البيض مع سنيده مع هادي لا، دابا بغيت نطحن كلشي دقه واحده. زوينه هاد الكيكه ساهله هي اقتصاديه وفي نفس الوقت سهله، ما فيهاش بزاف ديال الخدمه. هكا كتشري كلشي دقه واحده
وكطحنيه وكتنوض نيضه. انا خويت كاس تاع الزيت عامر حتى الفوق. وهنايا غادي ندير واحد تقريبا كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه. كاس الا ربع، ما عمرتش الكاس اقتصادا على الزيت وباش ما تجيش ميتمه. بجوجهم كاس الا ربع. انا عندك هذا هما المقادير ديال هاد الكيك هذا. وهنايا نفس الكاس غادي نعمرو من الروبيني، غير الماء عادي ماشي الماء طيب، غير الماء ديال الروبيني غادي نعمرو حتى الفوق. شتو راه هذيك غير الزيت اللي تيبان لكم مخوضه تما في الكاس. وهنا غادي ندير هذوك 3 خيزويات محكوكين، هاد 3 خيزويات راه كبار وصافي. هادشي اللي كان، وغادي ندوز باش نطحن هاد العناصر هادو مزيان في مولينكس ونعاود نتلاقاو. صافي هنايا راه طحنت الخليط كما كتشوفوا. غادي نشلل شويه هاد الكويس هذا ونزيد هكا شويه الماء باش تعرفوا القياس. راه شللت هذاك الكاس من هذيك الكشكوشه ديال هذا الخليط. وهنايا درت واحد نقيطه ديال هذاك النكهه ديال الفريز. هي اللي مطفر عنده يجيرو، الا ما كانش مطفر عندكم بلاش. صراحه هذيك النكهه الا كانت عندكم كيما اي نكهه درتوها قصيره في الكيك كتعطي الكيك واحد المذاق زوين، كتحيد منه ديك الزفوريه ديال البيض وكتعطيه واحد المذاق اللي زوين. بالنسبه للدقيق عندي نص كيلو ديال الفرص، غادي نحتاجو تقريبا كامل، غنخلي منه شويه باش غادي ندهن المول ديال الكيك سميتو. نص كيلو ديال الدقيق غادي نقص منه شويه باش ندهن هذاك المول. وداكشي كله غادي نديروه. هنايا درت 3 ديال الخمارات حمرين باش طلع لنا الكيكه. واصلا انا دايره المول كبير، دايره هذاك المول المثقوب من الوسط وكبير. شوفوا هذا الدقيق ملي كتخلطيه كيطلع هذاك في الكاميرا تيبان بحال الغبره. صافي هنايا نبقى نخلط. هنايا كنزيد في القياس ديال الدقيق كما قلت لكم حتى كملت. وهنايا درت 2 دراهم ديال الزبيب رميتو غير هكا وصافي. وخلطت العناصر الزبيب تنخويه زعما غير هكا. بالنسبه للمول دهنتو بالزبده ورشيتو بهذاك الدقيق صافي. وغادي نخوي فيها هكا الخليط وغادي ندخلها للفرن حتى على درجه حراره اللي ناقصه بزاف بزاف. انا عندي الفران ديال الغاز تنقوس تنخليه عوينه تقريبا كتاخد ليا 45 دقيقه، ساعه الا ربع في الطياب، وبعض المرات قل من ساعه الا ربع. المهم والعافيه تكوني غير عوينه هكا زريقات. ومنين طيب نهبطوها لتحت تحمر، ومنين طيب هي طابت. نقول لكم تلقاو مع الشكل النهائي. ها هي اختي طابت. ها هي انا بقى عندي واحد شويه ديال الكونفيتور كنشاط عليا من الحلوه ديال العيد وصافي. وزدت هكايا تندهن بهاد الكيكه هادي. شوفوا التزيين تيبقى اختياري. انا نعطيكم انايا دائما كنجيب لكم الجديد اختي في الزواق ديال الكيك. كيعجبني انا نتفنن في الكيكه سبحان الله العظيم الله. دائما الكيكه ما تنجرش نفس الزواق، كل مره تنقترح من راسي اقتراح اخر. هنا دهنتها بالكونفيتير ودرت الكاكاو كونكاس هكايا في الوسط، وزينتها بالخطوط تاع الكراميل صوص كراميل. راه كنت كنصور ما عرفتش علاش المقطع تقطع ليا وصافي. وهنايا راه مشيت للدار دشيت هذيك الكيكه جات زوينه وجات عاليه وعجباتهم. وهكا شويه ديال الشفنج مشينا درنا الكوتي في الدار عندنا. يلا البنات بسلامه عليكم، تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي نهار جديد.